السلام عليكم، اهلا وسهلا. كيف الحال؟ كيف حالكم يا اخواتي في الله؟ كي دايرين الامور؟ كل شيء مزيان؟ شوفي اختي الكلمه ديالي كي دايرين مع شي صهد؟ كي دايره الصحيحه ديالكم؟ كي دايرين وليداتكم؟ استريحتوا شويه من المدرسه؟ هي واختي الوليدات اللي نجحوا مبروك عليهم، الله يوفقهم، واللي ما توفقوش ان شاء الله غادي توفقوا العام المقبل باذن الله. المهم اختي غير العزيمه والاراده ان شاء الله تكون عندهم، وتكون الثقه في النفس، وماشي الانسان فاش كيسقط ماشي نهايه العالم كيف ما كنقولوا. في جميع المجالات كاين النجاح وكاين السقوط، ضروري من الفشل وضروري من النجاح، يعني في اي مجال كان ماشي غير بالضروره الدراسه. واخا الكلام ديالي جا معطل، ولكن اختي ما كنشاركش معكم صراحه فيديوهات دائما، هذا مكان. واليوم جيت نشارك معكم هذا الفيديو هكا، واخا خلف الكاميرا غادي تعذروني اخواتاتي، هادشي اللي كاين. المهم كي درتو مع شي صهودات، انا راه الصاد شتوني شنو كندير ليه هذوك الفيديوهات هكا، تندورهم بيا باش كنعس هكا، كيجي سبحان الله العظيم بحال دايره الكليمه، بحال ناعسه في شي بلاصه فيها الكليمه. المهم اللهم لك الحمد والشكر على هذه الفكره اللي ربي طيح ليا في عقلي. كندير هذوك القراعي في المجمد حتى تيجمدوا، وكنديرهم سواء بالنهار اللي كنت متسكه او لا بالليل هكا. المهم هنايا في الليل راه كيف ما قلت لكم راه شي 2:30 لا 3:30. المهم دابا نشوفوا المكان ان شاء الله. كنت بغيت نهضر معكم هكا ولكن ما يمكنش ليا نهضر دابا الليل هذا في التوقيت هذا، كل شيء ناعس كيف ما كتشوفوا. صار سليمان ناعس، ريحه بنعسه، خلاص البنات ناعسين. المهم كل شيء كاع اللي فيه شي نعاس نعسوا، انا يا اختي النعاس ما باش يجيني، وهذاك الشيء اللي ما خلانيش ننعس جيت نشاركه معكم اليوم. وانتم اخوتي تعطيوني الاراء ديالكم وتعطيوني النصيحه ديالكم، لعل وعسى باذن الله تكون شي نصيحه في زعما شي نصيحه تجي ليا مع داك الشيء اللي بغيت انايا. المهم اخوتي هنا كيف ما كتشوفوا اش غادي نقول لكم. الناس اللي عارفين باللي هاد العام انتم راكم عارفين، اول حاجه غادي نطلبكم ديروا قليب وبارطاجيو باش هكا ناخذ افكار من عند الناس بزاف، وخصوصا النساء ارامل اللي غادي يكونوا عارفين بالوضع ديالي انايا. هما غادي يحسوا بيا اكثر، يعني نساء ارامل اللي ما عندهمش اللي غادي يعيلهم عندهم وليدات هكا، غادي يكون عندهم تقريبا الاحساس ديالهم ولا الفكره ديالهم، غادي يحسوا بداك الشيء اللي كنعيش فيه انايا. المهم نتوما اخوتي راكم عرفتوا المرحله اللي دزت منها هذا العام كامل، الله يجعلها مغفره للذنوب باذن الله. طرات الحادثه وقبل من الحادثه ما كنمشيش، المهم وكريصه وعكاز الحمد لله اللي وقفت على رجليا بخير وعلى خير، الفضل تيرجع لله عز وجل، والدعوات ديالكم والله يرحم لكم الوالدين، اللهم لك الحمد والمنه، الحمد لله والشكر لله، وتا داكشي اللي دوزنا الله يجعلها مغفره للذنوب يا ربي. المهم فاش وقفت اخوتي على رجليا شفتوا انا بديت حبست الخدمه من قبل الزلزال، يعني نهار 4 في شهر 9 ما بقيتش خدمت. كنهضر لكم على العام اللي كانوا كيقراو فيه الوليدات. من صافي من هذيك الساعه حتى لهاد العيد الكبير، فاش درنا اختي العيد الكبير وذبحنا نهار العيد الكبير بالضبط خدمت. كنظن شاركت معكم شي فيديو الا ماشي هنا في التيك توك، المهم كاين الفيديو ديال نهار العيد وانا خدامه. المهم نهار العيد بديت تنحط. اشنو اللي ما خلانيش نحط؟ اول حاجه حيت كانوا جراو علينا من ديك البلاصه اللي كنا فيها، وفاش تحولنا لواحد البلاصه اللي هما اقترحوا علينا وفيها الدروج. هذيك البلاصه فيها الدروج صعيب عليا، وكيف ما شفتوا راه شاركت معكم. ما عرفتش ثاني واش هنا نيت واقيلا هنا شاركت معكم. هاجرت فدعت لي 2 مرات بسبب هذوك الدروج وداك الحديد وداك الشيء اللي ثقيل في الكريصه. المعاناه ديال هاجر خصوصا هي اللي كتسوق، انا قلت هي اللي كتجيب لي الكريصه وتركب وداك الشيء. انا قلت نستغل البنات هذه الفرصه غير ديال العطله، حيت ما نقدرش انا نجيب الكريصه في ايامات الدراسه ونطلع بوحدي، ما يمكنش ليا، ما نقدرش مستحيل. خصوصا يلاه زعما في هذه الفتره اللي يلاه وقفت نعاود ندير شي غلط ولا شي حاجه، اللهم لك الحمد. يعني قلت نستغل هاد الوقيته ديال العطله اللي الوليدات قاعدين نتعاونوا ونترزقوا شويه على الله. ولكن القدر كيف ما كنقولوا قدر الله وما شاء فعل. انهم جراو علينا حتى من تما. دابا راه كندير معكم هذا الفيديو اليوم الاثنين، ونعم اختي ما خدمناش الجمعه، يعني اخر نهار خدمنا الخميس. الجمعه جاو هزوا الناس السلعه ديالهم، الحمد لله اللهم لك الحمد، وهذا من فضل الله عز وجل. انا ما كنحطش بكري، نتوما عارفين ديما تنكون معطله حيت ما كنقدرش على الشمس،
ويلاه مشات هاجر حتى سبقاتني، حتى لقات الناس اللي حاطين قبل منا، الناس تيجيو اللهم بارك كيجيو مع العصر كيحطوا، لقاوهم السلعه ديالهم كتمشي وداكشي، ولات صافي دارت يديها غير مع الناس باش يجمعوا داكشي ديالهم وصافي. وجينا يعني ممنوع اننا نحطو تما في هذيك البلاصه. شي بلاصه اللي غادي تقولي لي نحط فيها زعما هنايا ما بانش ليا، كون بان زعما كون بانت لي شي بلاصه اللي نحط فيها ما نجيش نهضر في هذا الفيديو ونبغي الاراء ديال خواتاتي. ما يمكنش نمشي شي بلاصه بعيده. الناس مراكش اقترح عليا واحد السيد اللي قديت عندي الترامبولين، ما عرفتش واش شاركتها معكم، هي مؤخرا كانت خسرت لي ومشيت خيطها شي يومين قبل ما يجريو علينا. هو اقترح عليا داك السيد قال لي كون مشيتي جهه الرومبا ديال طريق الدار البيضاء قنون ولا ما عرفتش، قال لي تما، قال لي هذيك البلاصه راه زوينه وكيكونوا فيها ناس. الناس مراكش اللي عارفين هذيك البلاصه، انا ما عارفاش هذيك البلاصه، كنعرف الرومبا ولكن ما عارفاش كيفاش دايره. زعما واش فيها شي غارديان، واش كاين زعما فين نحط السلعه ديالي تما بالليل ونمشي نخدم ونحط نجمعها ونحطها في غارديان، واش كاين غارديان. الناس اللي كيمشيو ويجيو مخالطين هذيك القنت ديال الرومبا ديال طريق الدار البيضاء، واش كاين شي غارديان اختي تما؟ هذه هي هذا زعما سؤال جا في هذا الفيديو هذا. ايوا اختي، بحكم ان اللهم لك الحمد، بحكم ان صافي يعني راه ما حطيناش، قلت لكم الجمعه البنات والسبت والحد واليوم الاثنين ما كايناش الخدمه، ما كاينش اللي حط مايا، ماشي غير انا، ما كاينينش غير انا والسيد اللي كيخدم حتى هو تما، والسيد الاخر هو المرض حتى هو تيكون تما، ما حاطش واحد السيد اخر. يعني حنا شي 5 العائلات ولا 6 العائلات تمايا في هذيك الطواله ديال الواحه. الناس مراكش راه غادي يعرفوها من باب حمر وانت غاديه للواحه، يعني تما ما كيكون زعما هاد الايام ما حاطه شي حد. واختي اللهم لك الحمد والمنه، الحمد لله على كل حال. المهم اقتراحاتكم اختي، اقتراحاتكم اشنو ندير انايا باش نخدم اختي؟ درت الحوايج ما تمشاوش، واش انا اللي في الديفو ولا الخدمه اللي كندير فيها الديفو؟ شنو هي الحاجه الوحيده؟ هي هذيك الالعاب وعشق الواحد واخا فيه تماره. والله الا تنحب هذيك الخدمه اللي كندير، حيتاش مع الوليدات الصغار، حيتاش كطلعي وليدات كي عندهم كيما عندهم، المهم كتعجبني انا ديك الخدمه سبحان الله العظيم واخا فيها تماره. مؤخرا شفتو هاجر كتقول لي امي صافي عييت انا من هاد الكريسه، حيتاش مسكينه هي ساكته في هاد العطله، كتقول لك عييت بدلي. المهم حتى جا كتب الله ما كتب وجراو علينا هما اصلا من تما. دابا خصني اختي نخدم. شنو الراي ديالكم اختي؟ كنتي ارمله وطحتي في هذا الموقف، واكيد متبعيني اخوات ارملات، وطحتي في هذا الموقف، شنو البروجي اللي درتي زعما وتيسر ليك اللي يمكن ليا نديروه على قد الصحه ديالي؟ هذه هي الاولى. كنت البنات اليوم حتى كنت بغيت نزعم واحد الزعمه، ولا نصحوني، نصحتني اختي وواحد السيده صاحبتي، وصافي وليت تراجعت. كنت نزعم على واحد الحانوت، داك المحل كنت بنزعم عليه، ولكن اختي الكرا ديالو 4000 درهم في الشهر. اختي كتخاصم وديك السيده كتخاصم 4000 درهم في الشهر، وكنت بندير فيه الخبز. الاقتراح اللي عطاتني اختي قالت لي طيبي في الدار، قادي في الدار وخرجي تبيعي وخرجي تفرقي بلا ما تدفعي هذيك ال 4000 درهم. صعيبه من الشهر للشهر 4000 درهم قاصحه، وخصوصا دابا تجمعات ليا مع هاد الكرا ديال العام ديال الدار، يعني 10000 درهم بوحدها ما كنتش قاعده نخلصها. المهم الله المستعان يا ربي. اول حاجه اعطيوني اراء ديالكم. اختي كنتي في هذا الموقف، كنتي ارمله، اعطينا الراي ديالك. اختي عندك راجلك الله يحفظه لك ويصونوا لك ويحفظ لك وليداتك ويحفظ لك صحيحتك. اعطيوني افكار واعطيوني دعيوات، هادشي اللي بغيت، اعطيوني افكار ودعيوات، ما بغيت شي حاجه اخرى، بغيت افكاركم والدعيوات ديالكم. شفتوا بزاف الامور سبحان الله العظيم ما مكتابش، انا كنقول حتى الاخر كنقول ما مكتابش، نهار كتاب غادي تيسر. كنت جريت على الطوموبيل تعيت ومرضت، وداكشي فلوس الطوموبيل داوه الدوايات وداوه الجرا من هنا والجرا من هنا ديال الطبيب والماكله ديك ديال العام اللي جلست. يعني المهم اللهم لك الحمد، الحمد لله. انا كنقول اللهم لك الحمد، يعني فاش غادي يكتبها الله راه غادي تجي، زعما الحاجه اللي كتبها الله صافي. درت الحوايج ما تمشاوش. شوف اختي هاني تنوريك الساعه 3 الا ربع ياك ولا 4 الا ربع،
والله ما مركزاش مزيان، واقيلا 3 لاروب ولا 4 لاروب، ما بقيتش عقلت معاش. علاش اختي؟ راه كنفكر اشنو بغيت ندير. الدراري دابا نعسو وقاعده والله ما بيجيني نعاس، غير كنفكر اشنو غادي ندير. هاجر كتقول لي امي شنو بغينا ندير، واش بغينا نبقاو قاعدين؟ ولكن الله المستعان. تنفكر حتى تنعيا وترجع لبلاصتي. شي حاجه اللي بغيت نزعم عليها خفت لا نزعم على الكرا ديال المحل ونصدق ما نقدرش عليه. كاين تخوفات. زعما شنو من النصائح اللي تعطيو لختكم في هذه المرحله هذه؟ الله يرحم لكم الوالدين ويجازيكم بخير. اشنو البروجي زعما اللي نقدر نزعم عليه؟ شي حاجه اللي تمشي يوميا خصني ندخل منها مصروف. علاش؟ حينتاش انا المعيله الوحيده لوليداتي، ما عنديش شي سميتو، يعني خصني يوميا ندخل مصروف لوليداتي. ما خرجت درت فراشه، راه مره غادي نبيعو مره ما غاديش نبيعو. انا راه يوميا عندي فم محلوله كيف ما كنقولوا، عندي متطلبات تابعيني. هذا بغى، هذا بغى، هذه بغات، هذه بغات، يعني هي متطلبات الحياه اليوميه. هذا الشيء اللي كاين اخوتي. نتمنى ان شاء الله انكم تفيدوني في هذا الموضوع هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.